طبعا اليوم طبختنا ما إلها علاقة بالفيت كيتشن، بس عندي عزيمة واللي عازمه أكلته المفضلة شيش برك. بس حبيت صور لكم إياها. اليوم طبختنا بيضة، الله يجعل أيامكم كلها بيضة. عندي هون طشط وبنزل ب3 كاسات طحين أبيض. تقريبا كل كيلو طحين بده كاستين مي حسب نوعية الطحين، نوعية الطحين بتلعب دور كبير. بنزلوا بالمي شوي شوي وعجنوها. بدي تقريبا مقدار ملعقتين زيت. شايفين؟ بدي العجينة تكون هيك متماسكة. وهلا قبل ما ترتاح العجينة معنا شوي بدي بصلة يابسة. وبدنا نفرم كمان شوية كزبرة على البركة. عندي هون تقريبا نص كيلو لحمة هبرة ورشة فلفل تقريبا ملعقة صغيرة. عمل لها كمان رشة ملح تقريبا ملعقة صغيرة. وهلا بنقلي الحشوة تبعنا شوي. شايفين ما احلاها؟ وانت رقق وسمك على كيفك. طبعا انا ما عندي قالب الشيش براك، رح استخدم كاسة الشاي. بعد ما خلصنا العجينة وقطعناها وصلنا لمرحلة الحشي. شايفين على هي الطريقة؟ نسكرها بهذا الشكل. شايفين؟ نعمل لها هيك لفة هيك بهذا الشكل، نعمل لها لفة هيك بتصير معنا دائرية. وهلا يا حبايب صينيتنا جاهزة على الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180. وهلا بنحضر اللبن. قبل ما نشغل الغاز بننزل فيهم على البارد. طبعا الكمية اللي راح اعملها انا 1.5 كيلو تقريبا. بدي انزل عليهم تقريبا بنص لتر مي. وعندي هون تقريبا 3 معالق نشا او معلقتين مقبعين. هلا لازم ضل حركهم شوي هيك على البارد لحتى يندمجوا مع بعض. وهلا صار فيني شغل عليهم. طبعا للاسف ما فيني اوقف تحريك لحتى يغلوا اللبنات. طبعا خطوه كثير مهمه انه ما نوقف تحريك مشان ما يفرط اللبن. شايفين ما خليتها كثير بالفرن، تشميع على الخفيف. بتصدقوا انه هاي الخطوه في عالم كثير ما بتعملها؟ شويه كزبره بنفرمهم على الناعم. بس مع احترامي يعني اكيد اللي ما بيعملها ما بيعرف طعم التمه. وبنفرم معهم شويه توم. قبل ما اقلي الثوم والكزبره خليني انزل بالعجين اللي سويناه فوق اللبن. عندي هون معلقه سمنه، ويفضل تكون حيواني لانه بتعطيك طعمه بتجنن. يا سلام يا سلام المنظر، يا سلام على المنظر اللي بيشهي القلب. يا سلام. بسم الله. بيرفكت يا جماعة، نصيحتي روحوا جربوها قسما بالله رهيبة. هلا حبايب القلب إذا عجبكم الفيديو ساعدوني أوصل 1000 مشترك، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وحطوا لي لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.